كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب وعلى كل حبايبكم. ربنا كده يا رب يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ويفتح علينا كده يا رب في العبادة وفي الدعاء وفي القرآن وفي كل كده العبادات والطاعات يا رب اللي ترضي عنا. جاهزين لرمضان وجاهزين لسلسلتنا اللي احنا مكملين فيها للسنة الثالثة في قصصهم عبرة. الناس اللي متابعانا عارفين ان احنا بندخل دي كده تالت مرة بنعمل فيها السلسلة الجميلة اللي بنتفرج فيها على قصص موجودة في القرآن وبنتعلم منها. الناس اللي لسه بتتابعنا لأول مرة يلا تعالوا تابعونا، هنمشي مع بعض رحلة جميلة نشوف فيها القصص، الأمثلة، الآيات، الأوامر اللي ربنا بيديها لنا علشان نعرف ربنا بيعلمنا ايه الاستراتيجيز اللي ربنا بيديها لنا، ايه المنهج اللي ربنا عايزنا نمشي عليه، يا ترى ايه الاخطاء اللي ربنا بينبهنا ما نقعش فيها، يا ترى ايه الحلول اللي ربنا يديها لنا لما احنا نكون عطلانين وسطكم مش عارفين نتصرف ازاي. ده اللي احنا بنحاول نعرفه من خلال السلسلة بتاعتنا. طيب يا ترى هنبتدي النهارده بكلامنا عن ايه وايه المعنى اللي احنا النهارده عايزين نتكلم فيه؟ معنى مهم جدا، كتير مننا بيقع في هذا الخطأ وبيتعب وطاقته بتتسحب وبكون دريند ومستهلكة في علاقاتي مع الناس لأن أنا بحاول أسيطر عليهم. جوه النفس البشرية كده رغبة في السيطرة، عايزة أسيطر على أفكار الناس، عايزة أسيطر على ردود أفعالهم، عايزة أسيطر على تربيتهم، عايزة أسيطر على الطريقة اللي بيتصرفوا بيها والقرارات اللي بياخدوها. عندي رغبة في السيطرة. تعالوا نشوف القرآن الكريم هيعلمنا إيه. في آية نزلت بتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت كان مهموم ناعي هم بقى المشركين ومش بيؤمنوا وعايزهم يؤمنوا، والآية نازلة بتقول لربنا، بتقول للرسول فذكر إنما أنت مذكر. حلو، لكن الآية اللي بعدها عملت له توازن، لست عليهم بمسيطر. يعني في توازن هنا رهيب الآيات بتعلمه لنا. أيوة احنا مهم ان احنا نفكر الناس وننصحهم. احنا عندنا في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يعني الراجل اللي جاي ده اللي الآيات بتتكلم عنه هو ما كانش رسول أصلا ولا نبي، ده جاي عامل مجهود علشان يقول الناس أمنوا بقى يا جماعة وتغيروا بقى والحقوا بقى روحوا لربنا. الهدهد نفسه كان عنده رسالة ورايح يقول ألا يسجدوا لله. حتى الطير قلبه على المجتمع وقلبه على الناس عايزهم يهتدوا. أيوة هننصح الناس، وأيوة عايزينهم يهتدوا، أيوة عايزينهم يتغيروا، وأيوة عايزين يبقى قلبنا عليهم. بلاش مبدأ ملناش دعوة يا محي، لا لينا دعوة، واحنا عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنفضل بننصح ونقول. لكن التوازن الآيات علمته للرسول وبتعلمه لنا، لأن الخطاب مش فقط للرسول، هو لينا في كل عصر وفي كل زمان. إن أنت وأنت بتعمل ده بلاش يبقى عندك طاقة سيطرة، رغبة انتوا لازم تعملوا كده، هم ازاي مش بيعملوا كده، انت عايز تملك الأفكار بتاعتهم والأفعال بتاعتهم. لأ، النفس البشرية أصلا يا جماعة بترفض إنها تشعر إن في حد عايز يسيطر عليا، بترفض إن حد بيكنترول مي، برفض ده. فبالتالي أنا أصلا مش بسمع الكلام ومش هستقبله، وبالتالي هفضل بتمرد وبعند لأن أنا مش بستقبل أصلا، لأن أنا قاري سيطرة من الطرف اللي قدامي. طيب الحاجة برضو اللي مهمة هنا جدا إن احنا نبقى فاهمينها، إنه في توازن إن أنا وأنا بنصح وبقول فكرة إن أنا عايزة أضمن النتيجة والفعل ده مش هيحصل. وهنا في كتاب حلو قوي حب أشاركه معنا، كتاب لمال روبنز. الكتاب والنظرية اللي هي بتتكلم عنها اسمها let them، يعني دعهم. النظرية دي جميلة جدا وبتقول إيه؟ لما تيجي وانت في تعاملاتك مع الناس انت أصلا مش عارف تسيطر على نفسك، يعني لا انت عارف تسيطر على أفكارك، ولا انت عارف تسيطر على ردود أفعالك، ولا انت عارف تسيطر على عاداتك الغلط اللي انت بتعملها، بس انت متوقع وبتدور انك تسيطر على أخطاء الناس وعلى أفعالهم وردود أفعالهم. إزاي؟ فعملت نظرية لطيفة جدا اسمها let them let me. let them دعهم يعملوا اللي هم عايزينه، ولت مي أنا دعني أنا أعمل برضو اللي أنا عايزه. وإدت مثال لطيف من ضمن الأمثلة اللي في الكتاب، بتحكي إن هي كانت مسافرة مرة في الطيارة، مسافرة عندها شغل وشغل مهم جدا، وهي قاعدة كان في راكب جنبها عمال يكح كحة فظيعة فظيعة فظيعة، تقول كأنه خلاص في أيامه الأخيرة.
وبتقول مش لابس ماسك، مش بيحط ايده على بقه، وفجأة بدأت تتوتر وتقول أنا مستحيل أعيا، أنا رايحة عندي كم شغل ومسافرة له، ما ينفعش أعيا. فبتقول بعد غضب شديد عندها التفتت للراكب ده وقالت له يعني معلش كحة ولو ممكن بس يعني. فهو بص لها وتجاهل كلامها تماما واستمر في الرحلة كحة 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 ومفيش أي حاجة. فهي بتقول لو هنيجي نطبق بقى هذه النظرية let them let me، دعهم ودعني، فبتقول انا قررت خلاص هدعه يعمل اللي هو عايزه، سيبيه يعمل اللي هو عايزه، هو مصر. بدل ما انت عماله توظفي طاقتك ان هو ازاي بيكح وازاي هو اناني وازاي ما عندوش مسؤوليه وازاي مش بيفكر في الناس اللي حواليه، انت بتشفطي طاقتك، انت عماله بتستهلكي في طاقتك، عماله بتتعجبي هو ازاي وهم ازاي. في الوقت ان هي تبتدي تقول طب انا بدات اركز let me انا احمي نفسي، فأنا ألف السكارف حوالين وشي علشان أحمي نفسي وعلشان أبقى عملت لنفسي كأنه ماسك علشان ما تعديش منه. بدأت تطلع السماعات بتاعتها وتشغل حاجة صوتها عالي، فأديني بسمع مزيكا حلوة بدل ما أنا عمالة أسمع الكحة بتاعته طول الطريق. يبقى كان التصرف الصح بدل ما أنا انشغل إني بحاول أسيطر على الفعل بتاعه وإني أربيه بقى وإزاي تتعامل في الأماكن العامة، أركز على أنا أتصرف إزاي وأحمي نفسي إزاي. وعلى فكرة احنا برضو في ديننا عندنا المعنى ده، لكم دينكم ولي دين. انا مش هعبد اللي انتوا بتعبدوه ولا انتوا هتعبدوا اللي انا بعبده، انتوا ليكوا دينكم وانا ليا دين. انا زي ما هحترم ان ليكوا افكار وزي ما هحترم ان ليكوا معتقدات، انتوا كمان هتحترموا ان انا ليا افكار وليا معتقدات. يعني زي ما انا هحترم رغبتكم انتوا كمان هتحترموا رغبتي. وعندنا آية تانية بتقول لنا لا يضركم من ضل إن اهتديتم. ربنا بيقول لنا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. انت لما تلاقي شخص جنبك ضل بيعمل شيء مش صح، انت ركز طاقتك زي ما مال روبنز بتقولك let me، ركز انا اعمل ايه، انا احمي نفسي ازاي، انا اتصرف ازاي في الموقف ده. يعني مثلا انت متضايقه ان بنتك نازله او ابنك من غير جاكيت والجو تلج ورصاص، فانت يا ابني هتعيا واخده الموضوع على اعصابك والعيال هتعيا والعيال هتعيا. لا الدم، مش انت نصحتيه وقلتي له الجو تلج وبرد ولو نزلت كده هتعيا وهو ما سمعش الكلام؟ لا الدم، سيبيه. ولكن انا كمان من حقي كأم let me اجي اقول لك بس انت لو عييت انا مش هلغي السفريه اللي احنا مسافرينها، انا مش هلغي الخروجه اللي احنا خارجينها كعيله، انت هتقعد في البيت عيان، هتقعد عند جدتك واحنا هنسافر ومش هنعطل اجازتنا عشان انت استهترت بصحتك. انا كمان كأم من حقي شايفه بنتي ابني بيخططوا لخروجه لتصرف معين غير حكيم، بيشتروا حاجه مش مظبوطه، فانا قلت رايي لا ده هي مصره تشتريها براحتك، بس انا كمان كأم let me انا اسفه مش هدفع فلوس في الحاجه دي، هاتيها بقى من مصروفك، هاتيها من فلوس تحويشتك من عيديتك. انا كمان من حقي لكم دينو، انت ليكي افكارك وانا ليا افكاري، انا كمان من حقي. والله بتنصحي جوزك القرار ده هيخسرنا، القرار ده مش قرار حكيم، بلا بلا بلا، اصر، شكرا براحتك. انا ادور احمي نفسي ازاي، انا مش هدفع فلوس في قرار غلط. لو جه قال لي انا خسرت الفلوس اديها لي هقول له انا اسفه، انا من الاول قلت لك انا مش هتحمل عاقبه قرار انت خدته. يبقى انا بدل ما انشغل احرق دمي هم ازاي بيعملوا كده، طب ما انا اجري انشغل احمي نفسي ازاي من اللي هم بيعملوه. يبقى من النهارده عايزين نبتدي نركز بقى مع نفسنا وما نقعدش كده نهدر في البطارية بتاعتنا ونستنزف من أعصابنا وناخد على أعصابنا أصل ماما بتعمل، أصل أختي، أصل جوزي، ونركز عليكم أنفسكم. خلاص احنا بننصح ونصحنا، اللي عايز يهتدي أهلا وسهلا، اللي مصر لكم دينكم ولي دين، أروح أنا أشوف أنا أعمل إيه أحمي بيه نفسي. اتفقنا يا حلوين؟ اتفقنا. ده كده كان أول معنى عايزين نبتدي بيه كده سلسلتنا ونبتدي بيه رمضان. يلا بقى نركز مع نفسنا وننوي أيوة بقى خلاص أنا هركز مع نفسي وبطاريتي تمام، مش هنسى المجتمع، أيوة قلبي عليه وبنصحهم، ولكن تاني تركيزي الأكبر إن أنا عليكم أنفسكم. اتفقنا؟ أشوفكم إن شاء الله في حلقة تانية.